حلال واحترام وتقدير أرواح شهداء ثورة 25 يناير قبل ما نرد مع بعض. نشيد بلادي بلادي كلنا ثورة 25 يناير. عايزين نشارككم بعض الأفكار، ومعانا ضيوف أعزاء من الناس اللي شاركوا والناس اللي بيبصوا قدام اللي كونوا ائتلاف في الغردقة هنا، ائتلاف واحد من الناس شهود العيان اللي كانوا حاضرين في ميدان تحرير الثورة، وهيكلمنا عن لماذا الثورة، وهنتكلم كمان عن فكرة المسيحي بين المشاركة والانعزال في دوري كمواطن، في دوري كمواطن مصري مسيحي. هناخد فكرة مع بعض عن الدستور المصري، مشاركين إيجابيين في مصر ما بعد 25 يناير وبالأحرى الغردقة ما بعد 25 يناير. في الأول هيكون معانا الأستاذ أيمن سليمان. الأول نرحب كلنا دي سقفة لائتلاف عشان نساعدكم بغد افضل للغردقه. معانا فضل صباح ومعانا مستر الاستاذ ايمن سليمان هيكلمنا عن فكره الائتلاف وماذا عن الغردقه بعد 25 يناير. والحراك اللي حصل في روح جديدة بدأت تظهر من كل الناس، كل أطياف المجتمع بصفة عامة. إحنا هنا في الغردقة كنا مجموعة صغيرة، يعني 3 4 5 أشخاص بالظبط، كنا قعدنا نتكلم في نقطة إن إحنا عايزين نعمل حاجة لمجتمع اسمه الغردقة بعد 25 يناير، نعمل توعية سياسية للمجتمع وللشباب وللناس اللي موجوده في الغردقه. لازم تفهم ايه دورها السياسي، وتفهم انه السياسه معناها رغيف العيش وممكن الغاز، السياسه معناها الشارع البروجريسيف، معناها كل حاجه ممكن يشارك. السياسه مش كلام كبير وكلام ايديولوجيات وكلام كده ناس كتير بتتكلم فيه والناس تقول لك ايه والناس بتقول لا، اساس اكتر من كده بكتير. ودي كانت جت الفكره ان احنا نبدا نعمل قاعده للناس ونتكلم معاهم في الحاجات المفاهيم البسيطه دي، خاصه انه بعد الثوره طبعا الناس اقتنعت تماما ان الوطنيه ليست فكرا على حزب معين او على فصيل معين هو اللي يقدر يتكلم باسم الوطنيه، ان احنا وطنيين وباقي الناس كلها مالهاش دعوه باي حاجه. فكنا بنهدف الى هذا الموضوع، هنبدا نتكلم والناس تبدا تشارك، تبدا تعرف دورها السياسي، خاصه انه
التوعية السياسية هي السبيل الوحيد للخروج من حالة البلد بعد 30 سنة من الفساد والجهل والفقر والمرض، وهذا النظام اللي وصل البلد لهذه المرحلة المزرية في كل المجالات، خاصة إنه أي مشروع تنمية هو اللي يقدر يمشي. أنا لما كنت أقول يقول إن ده كويس وبعدين طلع وحش، فأنا أقول لا ده وحش. النقطة دي مهمة جدا، نقطة اللي يجي عليه إجماع بغض النظر عن الإجماع. الإيديولوجيات والكلام ده السياسات واليمين والليبرال والكلام ده موضوع ليه تفرعات كتير، بس احنا بنتكلم في اعتبار انه انا لما شفت الشخص ده هيجي يحكمني يبقى انا بقدر اجيبه وانا بقدر امشي افضل ما فيه من صفات انسانيه. واحساسه بالظلم يخرج اسوأ ما فيه من صفات انسانيه. وللاسف اللي احنا شفناه قبل 25 يناير ده ما كانش وليد تصرفات فرديه، ولكن كان وليد تصرفات من إحساس الناس بالظلم والقهر والاستبداد. ده بيخرج من الإنسان أسوأ ما فيه من صفات، من شحن أو من اضطهاد أو إلى هذه الصفات. إنما إحساسه بالعدالة يخرج أفضل ما فيه من صفات إنسانية، وده اللي إحنا شفناه بعد 25 يناير. الناس حست إن دي بقت بلدها، بمعنى إن أنا ممكن أنظف الشارع لأن حسيت إن هو بلد مش متأجر، أنا مش قاعد مستأجر في البلد، هي بقت بلدها. الأول كان الناس يقول لك يا عم بلدنا، الناس قالوا أي حاجة، لا هي بلدنا. بس إحنا اكتشفنا بعد 25 يناير إن هي رجعت لنا. إحنا لما كونا الكلام في الجروب إن إحنا ما كانش لنا أي هدف سياسي ولا أي انتماء لأي فصيل سياسي. إحنا ناس بتتكلم لمجرد التوعية السياسية، والأهداف كانت الأول إن إحنا نبدأ نعمل قاعدة شعبية موجودة، ونبدأ نتحرك من هذه القاعدة في أهداف تنموية موجودة في المجتمع. يعني احنا نقدر نجيب أرضية وبعدين نبدأ نتكلم في مشاريع تهدف سياحيا أو اجتماعيا أو تنمويا في نطاق مدينة الغردقة. وكنا عملنا اجتماعين قبل كده، احنا بنعمل اجتماع يوم الجمعة في مول زبادة، ولينا طبعا جروب على الفيسبوك. في الاجتماع الأولاني الناس تعرفت أكثر على بعض، وبدأنا نعمل أهداف تنموية للمجتمع. مفيش حكر لحد في الرأي، الناس كلها بتشارك بآرائها. والفكرة اللي بتلاقي قبول عند الناس إن إحنا نقدر نحققها بنحاول نحققها. بنتكلم إن إحنا نقدر نعمل عمليات توعية للناس اللي شغالة في السياحة، توعيات مرورية أو ما إلى ذلك. لأنه الهدف إن إحنا ننمي المجتمع وننمي الناس للمشاركة المجتمعية والمشاركة المجتمعية السياسية في مدينة الغردقة. دي النقط العريضة بالنسبة لنا. احنا بنتجمع كل جمعة في مول زبادة، نتمنى طبعا الحضور يشرفونا، وبنتجمع سبت واثنين واربع برضه في المول برضه، بس بتبقى عادات برضه للناس كلها. نتمنى ان الناس تنضم لينا، ونتمنى ان الناس تبقى موجودة معانا في قاعدة. احنا بنتجمع الساعة 7 يوم الجمعة، وبعد ده باختصار شديد اللي احنا بنعمله، واللي احنا نتمنى مشاركتكم معنا فيه في المشاكل دي. طبعا احنا كمان في نقطة ثانية وهم موجودين معانا في الجزء الربع ده من القاعة. لو نحب بعد الاجتماع حد يستفسر أي تفاصيل أخرى عن الاختلاف ممكن يتقابل مع أي حد من أعضاء الاختلاف بياخد منه التفاصيل اللي عايزها. دلوقتي هيكون معانا فرصة مع الأستاذ ياسر، والشاهد عيان من ثورة 25 يناير في ميدان التحرير، يكلمنا لماذا الثورة. أنا بس جاي النهارده عشان أتكلم في 3 نقط صغيرين، بنحاول بس نوضح فيهم حاجات تزيل قلق قد يحدث مستقبلا، أو احتقان قد يسعى إلى ازدياد. في حاجة الأول لازم نعترف بيها، إن في فرق كبير جدا بين الشعور اللي كان موجود جوه ميدان التحرير وبره ميدان التحرير. بمعنى إن المشاعر الجميلة اللي ظهرت الناس جوه الميدان
وتعاطف وتكامل، ومحدش بيبص على وجهة